عاصفة مرعبة وبردية بأحجام غير مسبوقة تضرب الإمارات. أثر منخفض المجرى الذي يضرب مدن الشارقة والفجيرة وأبو ظبي والعين بهبوب عاصفة بردية عنيفة لم تشهدها المناطق منذ أكثر من 40 عاما. وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد الكثيف تسببت في تدمير عدد هائل من السيارات وأعمدة الكهرباء وتدمير عدد من المنازل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن امتداد منخفض جوي يؤثر على مناطق الشارقة والعين والفجيرة وأبو ظبي، لما تشهده هذه المناطق من حالة من عدم الاستقرار الجوي والطقس السيء. مع استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية وتكون السحب الركامية يصاحبها برق ورعد في مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح السطحية، حيث شهدت البلاد رياح سرعتها من 90 إلى 120 ووصلت إلى 160 كيلومترا في الساعة. وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول أغلقت الطرقات في مدينة الفجيرة، مع تساقط البرد بأحجام كبيرة على بعض المناطق ومنها مدينة العين التي شهدت هطول أمطار متفاوتة الشدة على أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان. وحذرت السلطات المواطنين لتجنب الوجود في الأودية وأماكن جريان السيول وأماكن تجمع المياه والأماكن المنخفضة، لما سببته الأمطار الغزيرة في فوضى عارمة وخسائر مادية فادحة بعد أن ضربت شبكات الكهرباء وتدمير عدد هائل من السيارات في المدينة، وتسببت في حدوث شلل مروري لما تمر به البلاد من طقس سيء وارتفاع في أمواج البحر بين 3 إلى 4 أمتار، وتكون السحب الركامية على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع وجود رياح خفيفة معتدلة السرعة. وهناك توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية وتساقط حبات البرد وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الغبار عند هطول الأمطار الرعدية. وهناك توقعات بغرق عدد من المناطق السكنية بعد أن ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ، حيث فاقت كمية الأمطار الكبرى الاستيعابية لشبكات تصريف المياه وحولت الشوارع إلى أنهار متحركة وغمرت عدد من المنازل. وحذرت السلطات المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات وترك مسافة آمنة بين المركبات والابتعاد عن الأودية والأماكن المنخفضة وأماكن تجمع السيول وعدم ارتياد البحر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه رأيكم يا جماعة نكتب دعاء ده جميل دوت بالخط الديواني بالقلم المشطوف مباشرة وبسرعة كده. شوف مع بعض كده. بسم الله. اللهم إني أسألك
الكاف اللي المرسلة ديت شدة. رحمة، رحمة، الراء الحايات، الميم تكتب تحت الآيات دي تاء يا جماعة المربوطة، شكل من أشكال التاء المربوطة في خط الثماني. من عندك، من عندك، كاف مجموعة الشارة بتاعت الكاف. تهدي الهاء المجموعة التاء أنطرة بالشكل ده، تهدي بها، تهدي بها الياء بها. طبعا دي كتابة يا جماعة مباشرة بالقلم المشطوف. قلبي، تهدي بها قلبي. وتجمع، تاء نقطة نحطها تحت هنا العين المجموعة بها. أمري، الميم راء، نظبط الميم كده يعني درس الميم. ادي الياء. وتتم بها ثقتي، قاف تاء ياء مقنطرة، تاء مقنطرة قبل الياء. وتلهمني، ادي تاء لام هاء ميم نون ياء بها. وتلهمني بها رشدي. وترد بها ألفتي، ألفتي. وتعصمني، تعصمني. وتعصمني من كل سوء، تعصمني من كل سوء. وتعصمني بها من كل سوء يا رب العالمين. طبعا الخلفية دي يا جماعة من تصويري، وأنا عملت الفيديو ده تصميم الخلفية متحركة بالشكل ده. يا رب يكون عجبكم، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب ودعم المحتوى المفيد يا جماعة.